السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم بريوات والسيجار اللي معمرهم من نفس الحشوه اللي كيجيو بالدجاج والشامبينيون. صراحه هاد الوصفه كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها. اول حاجه عندي الدجاج. بالنسبه لكميه الدجاج انا عندي هنا بالزايد، كل واحد يقدر يدير قياسه. عندي البصله، عندي ربطه القزبر ومعدنوس، الملحه، عندي الزعفران، عندي السودانيه. بالنسبه للسودانيه كتبقى اختياريه، تقدروا تكتفيو عيب الابزار. عندي سكينجبير والتحميره، وعندي الزيتون مقطع، 2 معالق ديال لاموطارد، وجوج العلب صغار ديال الشامبينيون، نص عصير حامضه. بالنسبه للشعريه الصينيه انا كنستعمل هذه ديال الروز، صراحه كتعطي لو زوين بزاف. اول حاجه ناخذ 2 معالق ديال الابزار، ناخذ الخرقوم البلدي، عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، نزيد عليهم 2 معالق ديال التحميره باش كتعطيني اللون ذهبي للبريوات. نزيد عليهم 3 معالق ديال السكينجبير لان عندي هنايا كميه ديال الدجاج زايده. من بعد نزيد شويه الهريسه، اللي كيبغي الحار يقدر يزيد الهريسه، اللي ما عندوش مع الحار يقدر يكتفي غير بالابزار، كيعطي حتى هو مذاق زوين. بالنسبه للملحه هنا غندير غير شويه، حقاش عندي لا موطارد مالح، الزيتون حتى هو مالح، والشامبينيون كندير الملحه غير شويه. بالنسبه للشامبينيون والزيتون نقطعهم مع القزبر والمعدنوس، ندورهم في الهاشوار. وعندي كاس ديال زيت المائده، ندمج هاد العناصر مع بعضياتهم. ونزيد عليهم 2 معالق ديال لا موطارد، وغندير بعض القطرات ديال عصير الحامض. ناخذ ربطه القزبر ومعدنوس نديرها في الهاشوار، ونزيد عليها 2 العلب صغار ديال الشامبينيون، نزيد عليها الزيتون مقطع، نطحنهم في الهاشوار مزيان حتى يعطيوني هذا الشكل، باش ما كيجيش الزيتون باين في البريوات، كيعطي غير اللوغو، تيعطي واحد اللوغو زوين. من بعد ندوز داك الدجاج كامل في ديك العطريه اللي وجدت مع الموطارد،
غنستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه الدجاج اللي عندي. ومن بعد غناخذ الشعريه الصينيه اللي غنسلقها في الماء 5 ديال الدقائق. كيف كتشوفوا هنا بعد ما تبل داك الدجاج كامل كندير عليه السلوفان وكنخليه يترقد مزيان. يمكن لكم تخليوه ليله في الثلاجه قبل، انا هنا درتو ساعه المكانه وطيبته من نهارو كيف كتشوفوا. من بعد ندير الماء حتى يغلى مزيان وغنكبو على الشعريه الصينيه 5 دقائق حتى ترطاب وتنزل. غناخد مقله ندير فيها شويه زيت سخون ونزيد على داك الشامبينيون الزيتون مقطع وقزبر معدنوس نشحرهم مزيان من بعد حتى يعطينا هذا اللون هذا ونخليوه جانبا. من بعد ناخذ البصله نقطعها على شكل رقيق على شكل مربعات او ندوزها في الهاشوار باش تسهل عليا. من بعد ما قطعت البصله ناخذ داك الدجاج ونديرو في الطنجره ونزيد عليه نص كميه ديال البصله ونخليه بدون ماء، يعني بلا ما نزيد عليه حتى نقطه ديال الماء، فقط ديك البصله هي غتطلق لينا الماء وكيجي داك الدجاج مدغمر وكيجي بنين. ونص الكميه الاخرى حتى كيطيب الدجاج عاد كنزيدو في الطنجره وكنخليه يتعسل مزيان حتى كيوقف، يعني حتى كيبقى عي الزيت بلا ما كنزيدو لا ماء حتى حاجه. نديرو على بوطه تكون مهيله كيف كتشوفوا هنا. نص الكميه الاخرى طحنتها وخليتها جانبا حتى كنحيد الدجاج من الطنجره عاد كنزيدو نخلي ديك البصله كتعسل شويه بشويه حتى كتوقف ويبقى لينا غير البصله والزيت. من بعد ما طاب لي الدجاج نفتو رقيق على هذا الشكل ونستمر على هذه الطريقه حتى نكمل باقي الدجاج اللي عندي. بالنسبه للبصله كيف كتشوفوا هنا حتى نشفات تماما من الماء. انا كنحيد العظم الدجاج يعني كنفتو رقيق، ضروري كيتفتت رقيق. وهذه هي الكميه اللي عطاني نخليه جانبا. نزيد عليه الشامبينيون والزيتون مقطع اللي طحنت ونحطه جانبا. من بعد ما تسلات لي البصله مزيان ناخذ الشعريه الصينيه ونزيدها عليها نحاول نخلط مزيان باش تاخذ ليا ديك العطريه باش ديك الشعريه الصينيه تجي بنينه. ضروري متخلط مزيان. غنستعملوا اليد باش دوك المواد او المكونات يتخلطوا مزيان ونساجموا باش في التعمار ديال البسطيله يجينا كلشي متساوي. من بعد ناخذ واحد الزليفه ندير فيها شويه ديال التحميره باش كتعطيني داك اللون مع الزيت باش ندهن بهم الورقه. ناخذ الورقه البسطيله نقسمها على جوج اللي كنحاولوا نقادوها مزيان. هكا نقسمها على النص غنخدم به والنص الاخر باش ما ينشفش ضروري كنديروا ليه البلاستيك الغذائي.
غناخد شويه الزيت وندهن به الورقه، من بعد غنعمرها على هاد الشكل اللي كتشوفوه في الصوره. اول حاجه ضروري خصنا نتنيو الورقه على جوج. طريقه سهله ديال طي البريوات كتشوفوا، ضروري تنيو هاد الجنب بحال هكا على جوج، وغنديروا الحشوه وسط الورقه. من بعد نبدا نطويها على هاد الشكل. هنا كنكتفي يعني كندخل الوريقه بحال هاد الشكل بلا ما كندير الخليط ديال الطحين والماء، وكتجينا على هاد الشكل. صراحه كتجي زوينه. نعاود معكم واحده اخرى. نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل باقي الورقه اللي عندي. هنا نوريكم الطريقه ديال السيجار كيفاش كتطوى. طريقه جد سهله. ضروري هنا كندهنوا الورقه بالزيت باش كتعطينا ديك القرمشه وكتجي زوينه. هنا الورقه كنطلقها على واحد، وكناخذ شويه من الحشوه وكنتني الورقه على هذه الطريقه بحال شكل الملوي، وكنبدا نلوي الورقه على هذا الشكل حتى كنشكلوا منها على شكل السيجار. هنا كنقطعوا هذا الزائد بالموس باش ما كتجيناش الورقه غليظه بزاف. انا كنبغي يعني الحشوه كتبقى باينه. كيف كتشوفوا المنظر ديالها كيجي راقي وزوين. نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه.
ضروري كنقادو الورقه مزيان. دائما كنبداو بالجناب هما الاولين كنطويوهم، عاد كنبداو نلويو في الصيغار باش ما كتخرجش لنا الحشوه مع الجناب. صراحه طريقه سهله بزاف وكتجي زوينه. انا طيبت منهم هاد شويه باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. صراحه كيجيو زوينين، لا مذاق ولا الشكل كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى تجربوهم. من بعد نكمل باقي الورقه اللي عندي مع الحشوه ونعاود نتلاقى معاكم. بعد ما كملت كميه الورقه والحشوه اللي عندي، كناخد بلاطو ولا شي طبسيل يدخل الكونجيلاتور وكنستفهم على هذا الشكل، يعني يكونوا متباعدين، وكنغطيهم بالبلاستيك الغذائي، يعني كندير وحده فوق وحده باش ما كيتلصقوش ليا. ضروري كندير الطريقه حتى كنكمل باقي البريوات اللي عندي وكندخلهم الكونجيلاتور حتى كيجمدوا. من بعد كنفرقهم في علب او بواطات وكنخليهم في المجمد مده طويله ما كيخسروش. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو صراحه زوينين، لا منظر ولا مذاق. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وشكرا على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.